السلام عليكم يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا جميعا بخير وصحه وسعاده. النهارده معانا وصفه من ألذ واطعم الوصفات اللي مفيش حد بيختلف عليها، الكفته المشويه بطعم يجنن. هنعملها مع بعض خطوه بخطوه بكل سهوله، مكونات موجوده عندك في البيت. بس لو اول مره تشاهدوا قناتي اكلات وحلويات ام ندى، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لعدد كبير من الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا بصلايه كبيره مقطعه 4/4 وحبه بقدونس صغيرين وخمس ست فصوص كده توم، وعندي فلفل احمر واخضر واصفر، وحتتين ليا من لية الخروف، بتدي طعم جميل جدا للكفته. جربوها والله هتعجبكم جدا. ودي اللي هي طبعا هحطها تتفرم مع المكونات دي كلها. وده فلفل احمر واخضر واصفر. هقطع بقى الفلفل كده عشان يتفرم معايا بكل سهوله، وهشغل بقى الكبه كده لحد المكونات دي كلها تندمج مع بعض كده. ولو مشيتوا على الخطوات بالظبط هيطلع معاكم احلى كفته من ايديكم باذن الله. ان شاء الله هسيب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف. عايزه اقول لكم حبايبي كل سر الكفته في التتبيله المظبوطه، والنهارده هقول لكم على الخلطه اللي هتخلي الكفته عندكم طعمها حكايه تانية خالص. كده التتبيله معايا جاهزه. هجيب بقى نص كيلو لحمه مفرومه، وهنزل بقى بالتتبيله الجميله دي كده على اللحمه. عايزه اقول لكم حبايبي ان الريحه بتاعت التتبيله في منتهى الجمال. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. عندي البهارات معلقه صغيره فلفل اسمر، كاري، بابريكا مدخن، بهارات لحمه، بهارات كفته. طبعا البهارات اللي عندك ممكن تحطيها. عندي برضو مكعب ماجي مطحون حطيته، معلقه كبيره كده من خلطه المفروم حلوه جدا. ضفت معلقه كبيره، وهضيف نص معلقه كبيره كده بيكنج باودر، وهضيف معلقه كبيره بقسماط مطحون. دلوقتي بقى اهم خطوة التقليب كويس علشان كل حتة في الكفتة تتشرب من التتبيلة ويطلع طعمها احلى من الجاهزة بمراحل. كل ما اقلب بايدي بحب اكتر الريحة دي، بهارات مظبوطة هتخلي الطعم ولا احلى من كده. السر هنا اننا ندي التتبيلة حقها علشان كل قطعة كفتة تبقى مليانة طعم من جوه قبل الشوي. عايزة اقول لكم يا بنات، التتبيلة دي بقى هي اللي هتخلي الكفتة بتاعتنا تنافس احلى المطاعم. جربوها هتعجبكم جدا. شايفين بقى قوام الكفته ما شاء الله عامل ازاي؟ كده احنا ماشيين صح. كفته طريه وطعمها هيبقى حكايه بجد، فعلا جميله وتستحق التجربه. هجيب بقى الصينيه دي وهدينا دهنه بسيطه كده من الزيت عشان نشكل بقى الكفته. معايا هنا عيدان خشبيه اشكل بيها الكفته، ومسحه بسيطه من الزيت. واخد اول قطعه كده من الكفته وهشكلها بقى في عود الخشب ده، واكون دهناها برضو دهنه بسيطه من الزيت. نبدا نشكل الكفته بالشكل ده، بسيطة وسهلة بس شكلها يفتح النفس. خلي الشكل كله متساوي علشان تستوي معانا حلو كويس جدا وتبقى كلها طعم واحد. شايفين بقى الجمال ما شاء الله. كده بقى جاهزة على الشوي على طول. هرصها كده في الصينية بالشكل ده واكرر تاني لحد ما اخلص النص كيلو بنفس الطريقة. هشكل برضو الكفتة بالطريقة دي. اهم حاجة تكون متساوية قد بعض عشان لما تستوي تبقى كلها مقاس واحد والحجم كله واحد. والطعم بقى حكايه بجد. جربوها وهتعجبكم جدا. اعمليها في بيتك اوفر وانضف كتير من انت تشتري الكفته دي جاهزه من المحلات. بامانه جميله وتستحق التجربه. شايفين بقى الصوابع كلها متساويه قد بعض ازاي؟ خلي ايدك خفيفه كده وانت بتشكليه علشان الكفته تفضل طريه ومتماسكه. الشكل ده بيديها طعم احلى كمان، ولما تستوي على الشوايه بيبقى طعمها احلى واحلى. شايفين بقى الكفته قد ايه سهله، وفي نفس الوقت شكلها زي المطاعم بالظبط واحلى كمان. خلي الشكل متساوي علشان تستوي معانا حلو وتبقى كلها طعم واحد بنفس الشكل اللي انا هحرركم برضو في النهاية. ما شاء الله ريحتها تحفة بجد حتى قبل الشوي. بص بقى الريحة طالعة تحفة وهي لسه في ايدي وانا بشكلها. مش قادرة بجد اقاوم الريحة ما شاء الله. الريحة لسه بسيطة دلوقتي يا حبايبي، بس استنوا بقى لما تستوي هتبقى حكاية تانية خالص في الطعم والشكل. تحفة ما شاء الله. عايزاكي بقى تعملي الكفتة دي في العزومات في الأعياد، والعيد الأضحى قرب على الأبواب. اعمليها بالطريقة دي هتنبهري بطعمها وجمالها فعلا. شكلي بقى الكفتة بالشكل ده تطلع معاكي أحلى كفتة من إيديكي. كده هشكل الكفتة بنفس الطريقة بنفس الخطوات لحد ما أخلص النص كيلو بنفس الشكل الجميل ده ما شاء الله. كده حبايبي خلصنا تشكيل الكفتة. دلوقتي بقى هنسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعة بس، وده سر مهم يخليها ما تفكش معانا وهي بتتشوى. هنجيب بقى طاسة وننزل بمعلقتين زيت ذرة ومعلقة صغيرة كده سمنة بلدي، بتدي طعم حلو جدا للكفتة. وهنضيف كمان قطع ليا مقطعة قطع صغيرة كده، بتبقى حبة شوية كده مع الكفتة بيبقى طعمها تحفة بجد. كده بقى حبايبي طلعت الكفتة من التلاجة وجاهزة للشوي. وأول ما تسخن معايا بقى الطاسة كويس جدا هنزل بقى بالكفتة وجمالها.
ولو حابه بقى تحطي الكفته دي تحت الشوايه في الفرن براحتك، بس جربوا بقى طريقه الطاسه مع الليه والسمنه والزيت، طعمها في حته تانية خالص. فعلا جميله وتستحق التجربه. عايزين يا حبايبي واحنا بنقلبها نقلبها كده بالراحه علشان تاخد لون حلو من كل ناحيه وتفضل طريه من جوه ومقرمشه كده من جوه واخده اللون الذهبي الجميل. بدأت تحمر معايا بقى الكفته وتستوي كده بالشكل الجميل ده، بقلبها بقى كده من كل النواحي. عايزه اقول لكم بقى حبايبي الريحه مع الزبده ومع الليه بقت حاجه تانية خالص، تحفه بجد. جربوها هتعجبكم جدا، طريقتها سهله وبسيطه والطعم بامانه ما فيهوش ولا غلطه. نفضل بقى نقلب كده حبايبي بالراحه لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. شايفين بقى عصاره الكفته؟ ده دليل انها طريه ومش ناشفه خالص. ما شاء الله، شكل وطعم ما فيش احلى من كده. بصوا بقى حبايبي على الصوت والريحه، دول كفيلين تخليكي تقومي تعمليها حالا دلوقتي. اعمليها بالطريقه دي هتنبهري بطعمها وجمالها بامان. فعلا اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه ومتاكده 100% ان هي تعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو، واتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه. بفضل بقى بقلب في الكفته كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل بالشكل ده. كده بقى حبايبي الكفته بتاعتنا استوت واستوت على اصولها. ما شاء الله لونها تحفه وطعمها ولا غلطه. شايفين بقى الجمال؟ هو ده بقى اللي مطلوب، طعمها حكايه تانية بخالص. شايفين بقى جمالها وهي طالعه من الطاسه؟ لونها يفتح النفس وطعمها حكايه بجد. عايزه اقول لكم حبايبي ان ريحتها قلب الشقه بامانه جميله وتستحق التجربه. اعمليها كده وهتدعي لي. جربوها بالطريقه دي وقولوا لي رايكم في الكومنتات. اعمليها زي ما قلت لكم وهتشوفوا الفرق بنفسكم. هكرر تاني برضو واشوي بقيه الكفته بالشكل الجميل ده. شايفين بقى الكفته نزلت بقى الدهون بتاعتها وبدات تاخد اللون الدهبي الجميل بالطريقه دي. ما شاء الله اللهم بارك. اعملي بقى الكفته دي كده لاولادك هيفرحوا بيها جدا، واعمليها في بيتك اوفر وانضف بكتير من تشتري الكفته دي جاهزه من المحلات. بامانه جميله وتستحق التجربه. بدات تاخد اللون الدهبي الجميل وبقلبها كده من كل النواحي عشان يبقى كل اللون موحد بالشكل الجميل ده. سهله بقى الكفته ولا مش سهله؟ وعملناها في البيت بكل سهوله، مكونات بسيطه جدا وسهله واقتصاديه، والطعم بامانه ما فيهوش ولا غلط. بصوا بقى حبايبي على التحفه دي، كفته مشويه في البيت بطعم احلى من المحلات. دميها كده مع عيش وسلطه، وجبه كامله ما فيش احلى من كده. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. يلا بقى حبايبي ندوق الكفته الجميله اللي احنا عملناها مع بعض. ما شاء الله متماسكه وريحتها وطعمها حكايه بجد. شايفين بقى الجمال؟ مفرغه من جوه وطعمها في حته تانية خالص. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. واستنوني في وصفه جديده وطعم احلى ان شاء الله.